سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا كلنا عارفين إن أهم حاجة في المراجعة حل الامتحانات، عشان كده أنا نزلت لكم امتحان مهم جدا جدا، يعتبر متوقع لمحافظة القاهرة ومحافظات تانية برضو أكيد طبعا، على الجبر الترم الأول. عندنا مثلا احنا في الامتحان بتاعنا مثلا 2022، تمام كده. فالمفروض في امتحانات السنة اللي فاتت اللي هي امتحانات 2021، تمام. مش معقول يعني اللي هيروح يحط الامتحان هيروح يجيب من امتحانات 2021، لا. فبيجيب هو ايه، بيروح يبص على امتحانات 2020 او 2019. فدي الخطة اللي انا عايز اعملها. طبعا احنا كده كده هنحل امتحانات 2021 لان هي كلها معانا سواء في المعاصر او في كتاب الاضواء. فانا بقى هركز على ايه، هركز على 2020 و2019. هحاول اجيب منهم الامتحانات المتوقعة، وهي ديت ان شاء الله اللي هيجي منها امتحانات 2022. وتعالوا بينا نبدأ امتحان النهاردة. أول سؤال معانا بيقول لي إيه؟ أ زائد 3 وب ناقص 1 بيساوي -2 و4. طبعا إحنا عارفين إن اللي بيفصل بين السين والصاد اللي هي الفاصلة، هنا اللي بيفصل بينهم الفاصلة وهنا الإيه؟ الفاصلة. يبقى إحنا هناخد الأول نساويه بالأول، يبقى أ زائد 3 هنساويها -2. حلو كده. والمفروض ناخد التاني اللي هو الباء ناقص الواحد هنسويها بالأربعة. باء ناقص واحد هنسواها بالإيه؟ بالأربعة. نبدأ نحل المعادلتين دولت، دي معادلتين سهلين خالص بنحلهم ونطلع الألف والباء. ألف زائد 3 بيساوي -2، الزائد بيعدي إيه؟ ناقص، يعني الألف بيساوي -2 وسالب 3. يبقى الألف بتاعتنا بكام؟ بسالب 5. يبقى الألف بسالب 5. بعد كده أبدأ أحل التاني. باء ناقص واحد بيساوي 4، الناقص بيعدي زائد، يبقى الباء بيساوي 4 زائد 1، يبقى الباء بكام؟ ب5. يبقى أنا كده طلعت الباء ب5. هو عايزك تجمع الاتنين، يبقى -5 وزائد 5 بكام؟ بصفر. تبقى الإجابة بتاعتك إيه؟ صفر. تعالوا بينا نشوف السؤال التاني. بيقول لي س ناقص ص بيساوي 5، فإن 6 س ناقص 6 ص. سؤال مهم جدا جدا، ولكن انت لو انت جيت تحله من غير ما تعرف السؤال اللي بيتحل ازاي، صدقني هيكون صعب عليك جدا جدا، وممكن ما توصلش للإجابة. السؤال ده هو فكرته انك تاخد العامل المشترك اللي هنا كده، يعني هتلاقي هنا 6 وهنا 6، هتطلع العامل المشترك وتفتح قوس وتحط الباقي. انت اخدت الستة فاضل لك السين، بعد كده ناقص، اخدت الستة فاضل لك الصاد. طيب هو هنا مديلك ان س ناقص الصاد بكام بقى؟ شفت المفاجأة ديت؟ مديها لك ب5. فهروح اشيل الس ناقص الصاد دي كلها واحط مكانها كام؟ 5. وطالما هنا ما فيش بينهم لا زائد ولا ناقص، يبقى هنا فيه ضرب، يبقى ال5 في ال6 يساوي 30. يبقى الإجابة كام؟ 30. طيب السؤال التالت بيقول لي س و3 و4 و6 كميات متناسبة. معنى كلمة كميات متناسبة إن السين على التلاتة بيساوي الأربعة على 6، الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. في طريقتين لحل السؤال ده. في طريقة سهلة بتاعت 6 ابتدائي أيام زمان، كان يقول لك التلاتة في كام يدينا 6، التلاتة في 2. طيب الكام في 2 يدينا 4، 2، يبقى السين ب2. ولكن احنا كبرنا فبنحلها بطريقة المقص. بتضرب السين في 6 والأربعة في 3. السين في 6 ب6 س، والتلاتة في 4 ب12. دهيت فيه تروح على، يبقى السين بيساوي ال12 على 6، يبقى السين ب2. في كل الحالات السين هتطلع لك بكام؟ ب2. طيب نشوف السؤال الرابع. ونسيت أقول لك إن أي امتحان هيجي لك لازم تلاقي فيه 3 أسئلة تراكمية. أي امتحان هيجي لتالتة إعدادي هتلاقي فيه 3 أسئلة تراكمية، يعني من السنين اللي فاتت. ده أول ملحوظة. تاني ملحوظة، لازم تلاقي سؤال صعب ممكن ما تكونش شفته قبل كده، لازم تفكر فيه. السؤال الرابع بيقول لي 3 اتحاد 3 و5. طبعا ده كان في تانية إعدادي الترم الأول. الاتحاد لما التلاتة تنضاف للفترة ديت، معنى كده إن التلاتة ديت كانت مفتوحة فهتنقفل، يعني لأن التلاتة دي انضافت عليها، تبقى 3 و5 مغلقين الاتنين كده. السؤال الخامس، الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى الانحراف المعياري. لازم انت تحفظه كده، الانحراف المعياري، ده تعريف الانحراف المعياري. طيب السؤال السادس بيقول لي س تربيع بيساوي 25، فإن س. طيب انت عشان تخلص من التربيع ده هو لازم تعمل هنا جذر تربيعي، وتعمل الناحية التانية جذر تربيعي. طيب الجذر التربيعي هيشيل لك التربيع، هيتفضل لك السين، وجذر التربيع لل25 5،
ولكن هتبقى موجب أو سالب 5. طيب ليه يا أستاذ هي بقت موجب أو سالب 5؟ هقول لك أنا يا سيدي السبب. لأن الخمسة في 5 ب25، والسالب 5 في سالب 5 برضه هتدينا 5 و20. علشان كده لازم تكون موجب أو سالب. يبقى أنت تخلي بالك في الجذر التربيعي دهوت بيطلع موجب أو سالب، ولكن الجذر التكعيبي يا إما موجب بس يا إما سالب بس. هنا تبقى إجابتنا موجب أو سالب كام؟ 5. ده كان بالنسبة للسؤال الأول. السؤال التاني بيقول لك إذا كانت السين ب2 والصاد ب3 و4 و5 فأوجد س ضرب صاد. ده سؤال مهم جدا جدا وسهل خالص، ولكن في ناس بتغلط فيه، مش عارف هتغلطوا فيه ليه، ولكن تعالوا نحله كده. أول حاجة بيقول لي اضرب لي س ضرب صاد. معنى كده إن السين هتروح تسلم على الصاد، يبقى تفتح قوس كده 2 و3 و2 و4 و2 و5. ده س ضرب صاد، ده أبسط حاجة، وده الدرس الأول عندنا وده سهل خالص. طيب أما بالنسبة لنون صاد تربيع، نون ديت يعني عدد عناصر، فأنت بتشوف الصاد كم عنصر؟ 1 2 3. 3 تربيع بكام؟ ب9. أما بالنسبة للسين تربيع فمعنى كده إن هو عايز تضرب السين في نفسها كمان مرة، ولكن ده ضرب ديكارتي، يعني هتبقى كده 2 و2 بالشكل ده كده. تمام، لأن هنا مفيش نون اللي هي عدد العناصر. طيب نشوف السؤال رقم باء. بيقول لي إذا كان الألف على الباء بيساوي 3 على 5 فأوجد 7 ألف زائد 9 باء على 4 ألف زائد 2 باء. هو السؤال ده عايز أعرفه لك كده بطريقة سهلة كده. هو المفروض الألف ب3 والباء ب5 تروح تشيل الألف تحط 3 والباء ب5، ولكن إحنا عندنا في الكتاب لازم تكتب القانون بتاعه. القانون إنك تخلي الألف على الباء بيساوي 3 على 5 اللي هي ديت تساويها بالميم، تبقى الألف عندك 3 ميم والباء تبقى 5 ميم. يعني الألف تبقى 3 ميم والباء بيساوي 5 ميم. هنشيل الألف ونحط مكانها 3 ميم، يبقى 7 في 3 ب21 ميم. بص أنا بعوض هنا كده، بعوض مكان الألف ومكان الباء، يعني أي ألف هنا أو أي باء هشيلها وأحط مكانهم ال3 ميم وال5 ميم. بعد كده زائد 9 باء، يعني هضرب ال9 في الباء، ال5 في 9 ب45 يبقى 45 ميم. تحت برضو نفس الكلام، 4 في الألف 3 ميم، ال3 في 4 ب12 ميم، زائد 2 في الباء، ال2 في 5 يبقى 10 ميم. حلو كده. لازم اطلع الميم عامل مشترك من الطرفين، اطلع الميم عامل مشترك. اتفضل عندك 21 زائد 5 و40. طلع من تحت الميم عامل مشترك، هتفضل عندك 12 زائد 10. هتشيل لي بقى انت الميم مع الميم هيطيروا مع بعض، هيتفضل عندك بقى 21 زائد 45، 1 و5 6 و4 و2 6 يبقى 6 و60. 2 و0 هي الاتنين، 1 و1 2 على 22، 66 على 2 و20. هتلاقي فيها الكام؟ 3. نيجي للسؤال الثالث. ولازم مفيش امتحان بيخلق من التغير الطردي والتغير العكسي. طيب ايه اللي بيجي اكتر؟ التغير العكسي بيجي بنسبة 70% والطرد بيجي بنسبة 30% كده ولا حاجة. فانا جايب لك العكس فخلي بالك. العكس ليه قانون والطرد ليه قانون. القانون بتاع العكسي بيساوي ص س بيساوي م. تمام. والسؤال ده بيطلب منك حاجتين، اول حاجة بيطلب منك العلاقة، وتاني حاجة بيديك السين ويقول لك هات الصاد، او يديك الصاد ويقول لك هات لي السين. فتعالوا بينا نحل المسألة. العلاقة بتاعت التغير العكسي ص وس بتساوي م. بتلاقي الصاد والسين في جهة واحدة، إنما كان الطرد كان الصاد في جهة والسين في جهة. خلاص. طيب هو هنا بيكون مديلك الصاد والسين وبتبدأ تعوض بيهم هما الاتنين في العلاقة ديت عشان تطلع الميم. طيب الصاد ب3 والسين ب2، الاتنين في 3 ب6، يعني معنى كده إن الميم طلعت لنا بكام؟ ب6. تبدأ تكتب العلاقة تاني لأن هو طالب منك العلاقة، يبقى ص س بيساوي 6. تكتب العلاقة تاني وتعوض مكان الميم ب6 بس. حلو خالص. بعد كده هو بيقول لك لما تبقى السين ب1.5 عايز الصاد، هتبدأ تكتب العلاقة تاني ص س بيساوي 6 اللي انت مطلعها ده اهي، وتشيل السين وتحط مكانها 1.5. هشيل السين اهوت واحط مكانها 1.5. ال1.5 دهيت علاقتها بالصاد ضرب، والضرب بيعدي الناحية التانية قسمة، معنى كده إن الصاد هتساوي 6 على 1.5. تجيب الآلة الحاسبة بتاعتك وتقسم 6 على 1.5 تضغط يساوي طلعت لك 4. يبقى الصاد عندك بكام؟ ب4. وبكده تكون أنت حليت مسألة التغير العكسي. تعالوا بينا نشوف السؤال رقم باء. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا كانت السين ب1 و3 و4 و5 والصاد ب2 و3 و4 و5 و6 وكانت عين كذا كذا كذا. السطر ده أنا يعني مش مهم جامد، أهم حاجة عندي تعني أن أ زائد باء يساوي 7. هو ده اللي أنت هتحل بيه المسألة بتاعتك.
اول حاجه بيطلبها منك البيان، وبعد كده مخطط سهمي، وبعد كده هل عين داله ولا لا، واذكر مداها. انا جايب لك كل حاجه عامه يعني. تمام. اول حاجه البيان بتاعي. البيان بتاعي بيتحل عن طريق ديت، بيقول لك الالف زائد الباء بيساوي 7. دولت بتوع الالف ودولت بتوع الايه الباء. يعني هتاخد من الالف تجمعه على الباء، اللي يطلع لك بسبعة هتحطه بين قوسين. ازاي؟ يعني انا هاخد من الالف هنا الواحد، والواحد وكام يدينا 7، واحد وستة، يبقى واحد وايه وستة. بعد كده التلاتة اللي عليها الدور، تلاتة وكام يدينا 7، تلاتة وأربعة. بعد كده الكام الأربعة، أربعة وكام 4 و3. بعد كده 5 وكام 5 و2. يبقى كده مظبوط كده، 1 و6 و3 و4 و4 و3 و5 و2. لازم الحاجات اللي هنا يكون قابلها حاجة هنا، يكون مجموعهم 7. يعني مش أي أرقام وخلاص، لازم اللي هنا مع اللي هنا يدولك كام؟ يدولك 7. تمام كده، انت طلعت البيان بناء على القاعدة بتاعتك دي. ما فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. بعد كده ايه؟ هيطالب منك المخطط السهمي. فانت بتعمل يا سيدي برجين اهو زي ما انت شايف كده، واحد للسين وواحد للصاد. حلو كده. طيب السين عندك بكام؟ 1 و3 و4 و5. 1 و3 و4 و5. والصاد كام؟ 2 3 4 5 6. وبتوصل بناء على البيان اللي انت مطلعه ده اهو. وصل من الواحد للست، ادي من الواحد للكام؟ للست. من التلاتة للأربعة، تلاتة لأربعة، أربعة للتلاتة، وخمسة للاتنين. كده انت عملت المخطط السهمي اللي هو طالبه منك. يبقى انت كده جبت البيان والمخطط السهمي. بعد كده بيقول لك هل عين دالة ولا لأ؟ نعم دالة. ايه السبب يا سيدي انك قلت ان هي دالة؟ اقول لك انا السبب. السبب ان كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد فقط. كل عنصر من عناصر س ده هم طلع منه سهم واحد ايه بس، علشان كده هي ايه دالة. فبتقول له نعم دالة لان كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط. تمام تمام. طيب اذكر كده، انت عرفنا ان هي دالة. بعد كده بيقول لك اذكر مداها. المدى بقى مهم جدا. المدى ده يا سيدي اقول لك ليه. المدى ده هو زي ما انت مثلا انت واصحابك طلبتوا ايه؟ طلبتوا بيتزا من محل بيتزا وجالكم الاوردر خلاص. في ناس طلبت وفي ناس ما طلبتش. اللي وصل لهم الاوردر بتاعهم هو دولت المدى. اللي وصل لهم الاوردر هو ده الايه المدى. يعني انت عندك المدى هيكون الاتنين. وخلي بالك من شكل الاسهم والاقواس ديت مهمه جامد. خلي لازم انت تبقى عارف ديت بيبقى فيها اقواس ايه وده بيكون فيه اقواس ايه. انا بنصحك نصيحه مهمه جدا علشان تجيب الدرجه النهائيه. طيب المدى بتاعك الاتنين والتلاتة والأربعة والستة. تمام كده. في واحد اهو ما وصلوش البيتزا بتاعته ما وصلتلوش، فانا ما خدتوش معاه في المدى، مش هيحاسب. ده مش ايه مش هيحاسب. طيب يبقى المدى اللي هو وصل لهم سهم في الصاد. حلو خالص. تعالوا بينا نشوف السؤال الرابع. بيقول ايه؟ بيقول لك اذا كانت الباء وسطا متناسبا بين الالف والجيم، فاثبت ان الف تربيع زائد ب تربيع على ب تربيع زائد ج تربيع بيساوي الف على ج. حلو خالص خالص كده يعني ايه. ولكن انا قبل ما اتكلم عن الوسط المتناسب، في ناس بتتوه بين الكميات المتناسبه والوسط المتناسب. ادي كميات متناسبه، وادي وسطا متناسبا او تناسب متسلسل. لان انا ايه طبعا عارف المشاكل اللي بتواجه الطلاب في منهج تالتة اعدادي، فانا عارف ان ديت مشكله بتواجههم في الامتحانات. بيتوهوا بان هم يفرقوا بين الكميات المتناسبه والتناسب المتسلسل. طيب الكميات المتناسبه هو بيقول لك في المساله كميات متناسبه. اما الوسط المتناسب بيقول لك ان هو وسط متناسب او تناسب متسلسل. طب دولت قانونهم ايه وده قانونهم ايه؟ الكميات المتناسبه انت بتقول له الف على الباء بيساوي ج على الدال بيساوي م. تمام. والالف بتكون ج م، والباء بيساوي د م. حلو كده. ده بالنسبه للكميات الايه المتناسبه سهل. اما بقى بالنسبه لوسطا متناسبا او التناسب المتسلسل فهو بيكون كالاتي. بتقول له ايه بقى؟ الف على الباء. بص بقى اللي هيحصل باء على الجيم. هنا ما كانش فيه تكرار الف ب ج د، انما هنا الف ب تاني ج. ولو في ج يبقى ج د بيساوي م. وشوف حتى القانون بتاعهم هيبقى عامل ازاي. بص القانون كده، بص لي كده. الجيم هتبقى د م، والباء هتبقى د م اس 2. كل لما بتبعد بتزود الاس بتاع الميم. والالف هتبقى د م اس 3. يبقى انت تاخد بالك. بص الفرق بين الكميات المتناسبه والتناسب المتسلسل لازم انت تخلي بالك منهم. لو تاخدها سكرين شوت عشان تبقى ايه واضحه قدام عينك كده. خلاص. طيب نشوف بقى السؤال بتاعنا بيقول ايه. اذا كان باء وسطا متناسبا يبقى دي تابعه للتناسب الايه المتسلسل. طيب التناسب المتسلسل ده بيقول ايه؟
إن الألف على الباء بيساوي الباء على الجيم بيساوي الميم، لأن هنا ما عنديش غير ألف وباء وجيم، هنا ما فيش دال. حلو كده، تمام زي الفل. هاجي أنا بقى أعمل إيه؟ هاجي على الجيم كده، بحب أعمل الدايرة دي. يبقى أنا عندي الباء بيساوي جيم ميم، الباء بتساوي جيم ميم، حلو، والألف بتساوي جيم ميم بس أس 2. حلو كده. دولت بقى اللي أنا هعوض بيهم، يعني أنا هعوض مكان الباء ومكان الإيه الألف. هاخد الطرفين بتوعي اللي هما الأيمن والأيسر وأعوض مكان أي ألف أو أي باء بالحروف دي. تعالى كده ناخد الطرف الأيمن ونحلوه، وهناخد دلوقتي الطرف الإيه الأيسر. بس أنا عندي خطة ليك كده عايزك تعملها في السؤال دهوت وتنفذها. هتلاقي عندك في الطرفين واحد صعب، يعني في تربيع وفي مش عارف ايه كلام كتير، وواحد سهل ألف على جيم. ابدأ يا عم بالسهل عشان تبقى متوقع الإجابة اللي طالعة لك كام. الألف بكام؟ بجيم ميم تربيع، ادي جيم ميم تربيع. والجيم هنا في جيم، لا انا بعوض مكان الألف والباء بس، يبقى سيب الايه الجيم. فهتلاحظ ان الجيم بتاعتك دي هتروح مع الجيم ايه ديت، هيطيروا مع بعض. الميم الناتج بتاع الطرف الايه الايسر. فانت لازما كده تبقى متوقع كده ومدردح كده ومفتح ان الطرف الايمن هو كمان لازم يطلع لك ميم تربيع. تعالوا بينا نشوف. الطرف الايمن بيقول لي الف تربيع، يعني معنى كده ان الجيم تربيع والميم التربيع هتنضرب في التربيع ده، هو يبقى 2 في 2 ب4، يبقى ميم أس كام؟ أس 4. زائد باء تربيع، يبقى أنا أروح أعوض بالباء، يبقى جيم تربيع ميم تربيع. تحت باء تربيع برضو، يعني جيم تربيع ميم تربيع. بعد كده زائد جيم تربيع، أنا بعوض مكان الباء والألف بس، يبقى جيم التربيع دي أسيبها زي ما هي. حلو خالص. أهم خطوة بقى إنك تطلع عامل مشترك، وأنا شايف إن دي بتكون الخطوة الصعبة عند معظم الطلاب. العامل المشترك انا ملاحظ ان العامل المشترك عندي ايه؟ عندي هنا جيم تربيع وجيم تربيع، يبقى انا عندي جيم تربيع. عندي هنا ميم تربيع وميم اس 4، خد الصغيره يبقى ميم تربيع. افتح قوس ولم الباقي. انت خدت جيم تربيع وخدت ميم تربيع، يتفضل هنا ميم ايه تربيع. زائد هنا خدنا جيم تربيع وميم تربيع كلها، لازم تخلي واحد كده. حلو حلو خالص. تعالى تحت بقى، انا نلاحظ ان تحت في جيم تربيع بس عامل مشترك، اطلع الجيم تربيع عامل مشترك، هيتفضل عندي ميم تربيع زائد ايه زائد الواحد. بص بقى اللي هيطيروا مع بعض، دولت هيطيروا مع دول، والجيم تربيع هتطير مع الجيم تربيع، هيتفضل عندك الميم تربيع. يبقى اذا الطرفان متساويان، يبقى اذا الطرفان ايه متساويان. طيب تعالى بقى نشوف السؤال رقم باء، ومهم جدا، وحاسس ان السؤال ده هو بعيد عن بعض الطلاب، مع انه سؤال مهم جدا جدا، لازم تركز فيه وتحل اكتر من مرة مسائل عليه، لانه بيجي في الامتحانات بنسبة 70%. فتوقع ان هو ممكن يجيلك في الامتحان، فتعرف تتعامل معاه بسهولة ويبقى قلبك مطمن من ناحيته. طيب هو بيديلك الدال س وبيديلك راء س. طيب وبيقول لك هات لي دالة الاتنين، يبقى دال تعوض في الدال، دال تعوض هنا في الدال دي، وراء 2 تعوض في الراء اللي هي الناحية دي. حلو كده. طيب تعالوا نشوف دال 2 دي. معنى كده ان انا هشيل السين واحط مكانها 2، يبقى اشيل السين دي احط مكانها 2، واشيل السين دي واحط مكانها 2. يعني 2 تربيع ناقص 2 في 2. 2 تربيع بأربعة، 4 ناقص 4 بكام؟ بصفر. يبقى دالة الاتنين بيساوي صفر. تعالوا بقى نشوف الراء 2، يبقى الراء عوض في الراء، راء 2 بيساوي، هشيل السين واحط 2 برضو، يبقى 2 ناقص 2 بيساوي صفر. يبقى إذا تقول له دالة الاتنين بيساوي راء الاتنين، هما الاتنين بيساووا بعض، ما دي طلعت لي بصفر ودي طلعت لي بإيه؟ بصفر. السؤال التاني بيقول لي إذا كانت بقى راء الكاف بيساوي 7. بقى راء يعني أنت تشتغل في الراء، دال تشتغل في الدال. هو بيقول لي راء، يبقى أنا هشتغل في الراء هنا. بيقول لي لما تعوض مكان السين بكاف الناتج بيطلع لك 7، هات لي الكاف. فأنا هروح أعوض مكان السين بكاف، هروح هنا وأعوض مكان السين، أشيلها وأحط كاف أهو، ناقص 2. قال لك الناتج هيطلع لك بكام؟ ب7، يعني أساوي ديت ب7. حلو كده تمام. الناقص بيعدي الناحية التانية زائد، يبقى الكاف هتساوي 7 زائد 2، يبقى 7 زائد 2 9، يعني كده الكاف طلعت بكام؟ ب9، وانت حليت المسألة بتاعتك صح 100%. طيب السؤال ده هو بيقول لك مثل بيانيا الدالة التربيعية دي. عشان تمثل الدالة التربيعية ديت لازم تجيب الجدول بتاعك، ترسم جدول طويل كده وتكتب هنا س وهنا ص. طيب بيدي لك فترة، الفترة دي انت ممكن تكتبها مكان السين كلها كده، ترصها كده اهي، من -4 لحد 2، -4 -3 -2 -1 0 1 2. تمام تمام زي الفل. بتروح بقى تجيب الآلة الحاسبة بتاعتك
وتعمل الطريقة دهيت عشان الوقت بتاع الامتحان، لأن أنت عندك 5 أسئلة. بص هتعمل إيه يا سيدي. أنا عارف إن الآلة الحاسبة بتاعتك ما هيش الشكل ديت، بس ما علينا. تضغط على الزرار دهوت، وأنا عندي، أنت هتلاقي عندك حاجة اسمها تيبل، هتلاقيها رقم 4. جدول، أنا عندي رقم 8. هتلاقي عندك كلمة تيبل في الآلة الحاسبة بتاعتك. أنا عندي تيبل هنا رقم 8، فأنت هتلاقي مكتوبة تيبل رقم 4 أو رقم 6 أو رقم 2 حسب الرقم بتاع الآلة الحاسبة. أنا عندي هنا رقم 8، فهتلاقي مكتوب لك اف اكس. اف اكس ديت اللي هي المعادلة دي. تمام. هكتب المعادلة دي، السين اللي هي الاكس. طب ادور على الاكس فين؟ هتشغل الزرار الاحمر ده وهتلاقيها عندك عند القوس مثلا او عند اي مكان. انا عندي الاكس هنا، شفت كتبت اكس. اكس تربيع، تعمل التربيع العادية بتاعتك. بعد كده زائد 2، تكتب 2 عادية. س يعني اكس، برضو الاحمر بتاعك اهي اكس، ناقص 4، تضغط يساوي. هتلاقي انت عندك مكتوب كلمة ستارت يعني البداية. البداية عندك اللي هي ده -4، فهتضغط -4. هتلاقي عندك مكتوب كلمة النهاية اند يعني النهاية، هتضغط 2. النهاية اللي هي دي تكتب 2 تكة يساوي. هتلاقي مكتوب عندك ايه بعد ما التكة يساوي؟ بين كل خطوة وخطوة التكة يساوي هتلاقي مكتوب كلمة ستيب يعني خطوة واحدة. اضغط واحدة التكة يساوي على طول، ما تعملش فيها حاجة. هيطلع لك الجدول بتاعك محلول. -4 قبلها 4، سيبك انت من 1 و2 اللي على الشمال دول. -4 قبلها 4، -3 قبلها -1، -2 قبلها -4، -1 قبلها -5، تنزل لتحت. 0 قبلها -4، الواحد قبلها -1، الاتنين قبلها 4. تمام. يبقى انت طلعت الجدول بتاعك. انما افرض انت معكش آلة حاسبة، هي بتتحل ازاي يا استاذ؟ انت بتاخد -4 تعوضها مكان السينات كلها، وبعد كده تاخد -3 تعوضها مكان السينات كلها، يطلع لك -1، وهكذا. طيب انا طلعت الجدول يا استاذ، تمام زي ما انت عملت الخطوات بتاعتك وطلعت الجدول. اعمل بقى ايه؟ هتروح يا سيدي ترسم خطين في الشبكة التربيعية اللي هم يكونوا حاطينها لك في الامتحان. ترسم خطين، واحد للسين وواحد للصاد. هنا الأرقام دي تكون موجب، 1 2 3 4 5 6 7 8، واللي على الشمال بتكون سالب. -1 -2 -3 -4 -5 اللي فوق بيكون موجب، 1 2 3 4 5 6 7، واللي تحت بيكون سالب. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. حاول دايما تكون مغطي الارقام بتاعتك اللي موجوده هنا. يعني انت اكبر حاجه عندك هنا كام؟ 4 او -4، تبقى انت جايبهم كلك ملمومين يعني. تبدا بقى ترسم الداله بتاعتك. بص بقى، -4 و4 هتختار من على السينات وتطلع وتنزل بناء على الصاد. يعني انا هختار -4 دهيت، هختارها من هنا كده، هنا -4 اهي. تبدا بقى تطلع وتنزل بناء على الاربعه دي. الاربعه ديت فوق تطلع بالاسانسير بتاعك كده من قبل -4 لحد الاربعه. طيب -3 و-1، ادي -3 -1 تنزل لتحت هنا كده. -2 اهي، وانزل لحد -4، تنزل لحد -4 هنا كده. -1 و-5 تنزل لحد كام؟ 5. بعد كده 0 و-4، ادي 0 و-4 مكانها هنا كده. 1 و-1، 1 وتنزل للسالب 1. 2 و4، 2 و4. تبدأ بقى توصلهم ببعض من الشمال لليمين كده وانت جاي كده، توصلهم ببعض كده 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 كده. يبقى انت كده وصلتهم ببعض وعملت الرسمة بتاعتك تمام زي الفل. طيب هيتطلب منك 3 أسئلة. أول حاجة إحداثية رأس المنحنى. إحداثية رأس المنحنى غير إن هو بيجي بالقانون ده لو كان للمنحنى رأسين، ولكن أنت عندك الرسمة بتاعتك لها راس واحدة بس، فطالما لها راس واحدة يبقى أنت امتحان ده زي الفل، امتحان سهل ورسمة سهلة. فأقول لك على طريقة تجيب منها رأس المنحنى. أول طريقة إنك تشيل واحد من هنا واحد من هنا، واحد من هنا واحد من هنا، واحد من هنا واحد من هنا. رأس المنحنى هتلاقيها هي اللي في النص، يعني هنا 3 وهنا 3، هي اللي في النص اهي. أو ممكن تجيبها من الرسمة، هي دي النقطة كام؟ -1 و-5. أو خدها هنا أحسن، أنا شايف إن هي من الجدول أحسن. -1 و-5، -1 و-5. بعد كده بنطلب منك حاجتين: معادلة محور التماثل والقيمة الصغرى. معادلة محور التماثل هو -1 ده، حلو كده اهي، بس عشان هي معادلة فهتكتب له كلمة س يساوي. بينما القيمة الصغرى أو العظمى أيا كانت بتكون الحاجة التانية ده، الرقم التاني اللي هي -5، بتكتب له -5 وخلاص. بكده تكون أنت حليت السؤال دوت. سؤال مهم عليه درجات كتير طبعا، تمام، وسؤال موثوق منه إنك هتجيب فيه درجة 100 إن شاء الله.
طيب تعالى آخر سؤال معانا وأهم سؤال برضه من الأسئلة المهمة على درجات كتير، اللي هو بتاع الانحراف المعياري. بيقول لك احسب الانحراف المعياري للقيم دي. طيب عشان تحل السؤال دوت بتجيب ايه الوصل الحسابي واسمه س بار. س بار دي بيكون مجموع القيم على عددهم، يعني 4 زائد 8 زائد 12 زائد 10 زائد 6 على عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 على 5 اهو، طلع لنا كام؟ 8. يبقى انت عندك الوصل الحسابي او الس بار 8. بعد كده بتعمل جدول يا سيدي مكون من 3 أعمدة، 1 2 3. أول عمود بيكون السين، تاني عمود بيكون السين ناقص السين بار، تالت عمود بيكون السين ناقص السين بار ولكن تربيع، ولكن ايه؟ تربيع. طيب السين بتاعتنا اللي هي الأرقام بتاعتنا أصلا هتنقلها على طول دي 4 8 12 10 6. طبعا انت تشتغل بالمسطرة عشان يبقى حلك منظم. طيب السين ناقص السين بار، كل رقم من ده همت هتطرحه من السين بار اللي هي التمانية دقايق، كل رقم تطرحه من التمانية. 4 ناقص 8 سالب 4، 8 ناقص 8 صفر، 12 ناقص 8 كام؟ 4، 10 ناقص 8 كام؟ 2، 6 ناقص 8 سالب 2. حلو خلاص؟ طيب بعد كده س ناقص س بار تربيع، هتربع بقى دول كلك، شايف العمود ده تربعه. سالب 4 تربيع ب 16، صفر تربيع بصفر، 4 تربيع ب 16، 2 تربيع ب4، سالب 2 تربيع برضه ب4. هتجمع لي دول، ده هو هينجمع 16 والصفر وال16 دول، 16 زائد 16 زائد 4 زائد 4 طلع لك كام؟ 40. يبقى انت عندك المجموع كام؟ 40. انت دلوقتي المطلوب منك تطلع الانحراف المعياري، والانحراف المعياري ليه قانون، قانونه بيقول بيساوي ايه القانون ده؟ بيقول لك ان جذر مجموع السين ناقص س بار تربيع على عددهم، يعني بيساوي 40 على عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. يطلع لك كام؟ 40 على 5 يطلع لك 8. يبقى 40 على 5 بيساوي كام؟ بيساوي 8، وعشان الجذر فهيساوي جذر 8. وانت كمان ممكن تعملها جذر 8 على الآلة الحاسبة عشان تطلعها له برضو بكل القيم. 2 جذر 2 2، وكمان ممكن ايه تحولها له رقم عشري، الاتنين ما تديش للتمانية يبقى 2.8 تديها له بكل القيم اللي هو ايه عايزها، بحيث اي اجابة تبقى موجودة عنده. تمام. وبكده تكون انتهت محافظة القاهرة، محافظة مهمة جدا جدا. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.